بضايه بقى وعلبه زبادي وحطيهم على صدور البانيه وانسي بقى اي طريقه جربتيه قبل كده بيها وولادك بيتجننوا على الاكله دي وفلوسهم كلها ضايعه عليها. تعالي بقى نعملها في البيت ببيضه وشويه بانيه وشويه تركات كده حلوين هيعجبوكي قوي. بس في الاول سمي بالله وصلي على الرسول. وما تنسيش بقى تعملي شير على صفحتك علشان تلاقي الوصفه في اي وقت تحتاجيها. وكمان قولي لي ايه رايك. في الاول كده انا معايا اي كميه بانيه معاكي، يعني عايزه كيلو عايزه نص، انا معايا كيلو بانيه. ابتديت ان انا اغسله كويس جدا، وبعد ما بغسله اخر غسله فيه بعصر عليه ليمونه وبحط له شويه ملح، وبعد كده برجع اشطفه تاني وبيبقى نضيف وزي الفل زي ما انت شايفه كده. ببتدي اقطعه زي ما انت شايفه، وطبعا التقطيعه اللي انت عايزاها. بعد كده بقى نحطه بقى في بوله، وبعد كده نحط عليه بيضه وعلبه زبادي بلدي. بعد كده هننزل عليه فلفل اسود، وهننزل كمان بمعلقه من الكركم زي ما انت شايفه. الطريقه سهله وبسيطه. ومعلقه من البابريكا مدخنه، وكمان هحط عليها الملح، وهحط عليها توم بودرة وبصل بودرة، وكمان مكعب من الماجي. وبعد كده كمان هنزل ب3 معالق كبار من الدقيق ومعلقة من النشا. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة ازاي، بسيطة جدا. معلقة من البيكنج باودر، دول بقى معلقتين النشا. بعد كده هننزل بنص كوباية من المية، وتقدري تستبدلي المية بلبن اللي انت عايزاه، مفيش مشكلة خالص. قلبي بقى كويس قوي قوي قوي، وسيبيها بقى نص ساعة كده ولا حاجة. هسيبلك بقى تطبيق مجاني بجيب كل الافكار دي من عليه بقى حلويات واكلات ووصفات. بصي عليه كل حاجة 1500 وصفة بدون انترنت. تحمليه عندك واستفادي بيها، سيبهولك في اول تعليق تحت الفيديو. هنا بقى رجعت تاني زودت شوية ملح وظبطت بقى التتبيلة بتاعتي. بعد كده جبت بقى كوباية من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، معلقة من البيكنج باودر، نحط شوية من الفلفل الاسود وشوية من الكركم وشوية من البابريكا وشوية من الملح. ويبقى كده عملنا الكفر بتاع الستريبس بتاعنا. معلقة كده من البيكنج باودر وشوية من البابريكا. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه ونركنه، وبعد كده على جنب. ياريت بقى لو انت لسه معايا لحد دلوقتي ياريت تثبتي وجودك بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عشان كلنا نكسب ثواب انا وانتم. هنا بقى خدت الستريبس بعد ما سبته في التتبيله حوالي نص ساعه كده ولا حاجه. كل ما تسيبيه اكتر بيديكي طعم احلى. بعد كده خدته وحطيته في الدقيق اللي احنا عملناه مع بعض الكفر. تقدري بقى وانتي بتعمليه كده تنفضيه علشان يعمل لك الشكل اللي انتي بتجيبيه من بره، والولاد بيبقوا هيتجننوا عليه زي ما انتي شايفه كده. بعد كده بقى في زيت سخن وبروح احمره. طبعا انا ما قلتش كل الكميه، قلت على قدنا. وسبت الباقي بقى موجود عندي. في اي وقت بقى هحتاجه هطلعه هحطه في الكفر واحمره وبس كده. ما تنسيش بقى الشير ولايك. باي باي.